في مشكله برضو في كل عيد لما الافلام تنزل في السينما، ويجي دايما الناس تشتكي: ايه الاسفاف ده، انتوا بتعملوا ايه؟ مشكله برضو، يعني الراجل اللي بينتج الكلام ده بينتجه تاني، المنتج هو قاعد بيفكر كده الناس عايزه ايه، اديهولهم. مش محتاجه حاجه يعني. دايما دلوقتي في كل فيلم تلاقيه دلوقتي ايه، في قصه واحداث بتدور عادي جدا، وفجاه تلاقيهم في كباريه. ليه ما تعرفش؟ والنبي يا كل اصحاب الفيلم الاعداء والاصحاب وام العريس وانت خلاص اللي ضربتني انا ما ضربتكش، واطلع بقى يا احمد، انزل بقى يا احمد. فالمنتج وهو قاعد بيشوف كده الفيلم عايز ايه، فبيقول والله عايزين ايه، خناقه في الشارع بشكل عام، او الناس بتتخانق مع بعضها، عايزين حاجه طريقه، عندنا ايتم عام، عايزين كذا كذا كذا، يلا طلع يا عم الفيلم. طلع الفيلم. عايز اقول لكم حاجه، مثلا لما واحد يقرا انه مثلا اللي كتب فيلم كاستاوي راح قعد في الجزيره لوحده عشان يستوحى حياه الشخصيه عملت ازاي، ولا مثلا لما تقرا انه توم هانكس مثلا قعد حبه عشان شعره يطول ويخس شويه ويلعب مش عارف ايه، كانه شخص فعلا قاعد في الجزيره. انت لو قلت الكلام ده المنتج يقول لك: بقول لك ايه، فكك مني، انا اجيب واحده دلوقتي وكباريه وبتاع هيجيبوني ليه، هتكلفني ايام، تقول ليه اعطل الكلام ده، انا عايز الحق العيد، عايز الحق الموسم. هو الراجل داخل يعمل فلوس، هو مش هدفه بقى ان هو يحيي ثقافه بقى، انتوا كلكم محروقين عنده، مش مشكله يعني. فانتوا ذوقكم بيخلي الحاجات اللي هو بيعملها تجيب فلوس. ما هو مثلا في امريكا عندك في 300 فيلم بيتم انتاجه، ويمكن اكتر كمان. اللي بتشاف منهم ايه اللي متعوب فيه فكريا، زي كاستاوي، زي بتاع. لان انت لو ما عملتش فيلم بيرفكت بروفيشنال كده بشكل محترم مش هيبيع، هتخسر. فغصب عن المنتج هيعمل كده. فاحنا بدل النياح على السوشيال ميديا ولا يا اختي مش عارف ايه، والافلام مش عارف ايه، والافلام بقت وحشه خالص، وانت بتدمر جيل. لو هو ما بيكسبش ورا الكلام ده، لو انتوا ثقافتكم وذوقكم ما بيجيبش من الكلام ده، مش هيعملوا ببساطه. ساعتها بقى ايه، الممثل وهو عشان ياخد دور محترف في فيلم محترف هينفع بره، يقوم يضطر يتعب. ما يضطرش يبقى رياكشنات الممثلين كلهم واحد، يعني الناس كلهم ايه، اتضايق، ياه انا متضايق، افرح، ياه انا فرحان، كلهم كده، كلهم بنفس الفيلم. ليه؟ لان هو عايز يخلص، لان هو عنده يوم تصوير وعنده الكلام ده، يلا بينا نخلص. برضه الافلام اللي واخده صيت وواخده زوم ما بتجيبش حاجه. يعني مثلا لما تسمع عن واحد زي باولو كويلو، ده لو انت عايز تظبط بنت تقول لا انا بقرا باولو كويلو، طب بس ما تقولهاش كيميائي عشان تعرف ان انت بتحور. بس لما تيجي تعرف واحد بتقرا باولو كويلو، تخيل واحد زي باولو كويلو ده راح قال لمحمد دياب: انا شفت الفيلم بتاعك والفيلم كان عبقري والكلام ده. كاتب ناس بتقرا له كلها، راح شاف فيلم بتاع واحد مصري تبعنا احنا. تسمع فيلم زي فيلم بتاع عمرو سلامه، خد جايزه في دول فرنسيه ودول كذا مش عارف ايه، دول مش عارف ايه. احنا لو بنقدره هيبقى في منه كتير. احنا لو احنا مثلا ذوقنا بقى اللي هو ما بيرضاش الا بالحاجه التقيله، الناس هتضطر غصب عنها تتعب. احنا ما بنتعبش عشان احنا الشعب عايز كده. اطلع هات له حته طريقه بترقص وبتاع ودخل الفيلم في كباريه، حتى لو مش، لا دخلهم في كباريه، يعني نعلي ذوقنا شويه، هنخلي السيناريست يتعب في السيناريو. الممثل الكبير ده تمثيله ما بلاش اختلاف. يعني توم هانكس ده مثلا برضو على نفس المثال، ذا تيرمينال ولا كاستاوي، ولا تلاقي شخصيه مختلفه تماما. مش ده، سيرش على جوجل على كابتن فيليبس الحقيقي وكابتن فيليبس بتاع توم هانكس. توم هانكس راح قعد مع كابتن فيليبس الحقيقي، الواد الصومالي جاب واد صومالي فعلا وكذا، وخد اوسكار. ليه؟ عشان في ناس بتتعب في الموضوع. عندنا لا، بيجيب فلوس بيعه، ما بيجيبش فلوس لا مش مشكله، خلاص. مشكله احنا بنعمل كل ده كل سنه، هو بيحصل تاني وبنستنكر تاني، والمنتج بيعمل تاني، والافلام بتجيب فلوس تاني برضه. يعني اكيد مش هو اللي غلط، يعني اكيد احنا فينا حاجه غلط.